هل فكرت قبل كده ازاي تطلع فلوس من حساب تيك توك مصري من غير ما نلجأ بقى للفي بي ان عشان تيك توك بيتا او نعمل حساب تيك توك امريكي والقصه دي كلها، ولكن بالتسويق بالعموله جوه مصر والدول العربيه؟ اهلا بيكم في قناه اي اي مكاوي، انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناه هنا. اكتر سؤال منتشر على اليوتيوب ازاي نطلع فلوس من التيك توك، وخصوصا ان التيك توك فيه مميزات كتيره جدا زي الانتشار السريع بتاع الفيديوهات. فلو انت بتقدم محتوى او انت بتعرض منتج للبيع فنسبه انك تبيعه عاليه جدا عشان نسبه الناس اللي بتشوفه اصلا بتبقى عاليه. وكل التوجه طبعا زي ما انتم عارفين بيبقى للحساب التيك توك الامريكي، ولكن مشكلته الازليه ان هو بيحتاج في بي ان وبيحتاج رقم امريكي، وبعد كل ده لو التيك توك قفشوا بيقفلوا الحساب. ودي كنا عملنا عنها فيديو قبل كده من الاول للاخر يعني، وشرحناه شرح تام وهنسيب لكم اللينك تحت في الوصف. فاحنا ازاي بقى نستغل موضوع الانتشار ده بس بحساب مصري او عربي عموما؟ وبرضه لازم تفهم ان في ناس كتيره قوي جوه مصر والدول العربيه بيطلعوا فلوس كويسه جدا من حساب التيك توك بتاعهم، وهو الحساب اللي مفتوح من بلدهم مش اللي مفتوح بالفي بي ان. وده بيبقى عن طريق حاجتين، يا اما هم بيطلعوا بيتكلموا بنفسهم وبيجي لهم رعايه وسبونسر والكلام ده كله، يا اما الجزء الثاني بقى وهو ده اللي هنتكلم عنه النهارده، ان احنا نسوق لمنتجات، وهو انك تسوق لمنتجات بعينها وتاخد عموله بعد بيع المنتجات دي، سواء المنتجات دي بقى بتاعتك او المنتجات دي انت واخدها من مواقع تسويق بالعموله يعني. فانت مش محتاج تشتريها ومش محتاج تخزنها وبتعاملها نفس المعامله بتاعه امازون بالظبط. بس الفرق هنا حاجه واحده بس، اللي انت اللي بتدخل بيانات العميل، وده هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. وده بقى هو الفيديو بتاع النهارده، هو التسويق بالعموله جوه مصر والدول العربيه عن طريق التيك توك. ولازم تفهم برضو ان زي ما في مواقع تسويق بالعموله بره مصر زي امازون وكليك بانك والمواقع دي كلها، فعايز اقول لك برضو ان العالم العربي بتاعنا فيه مواقع تسويق بالعموله. فمثلا عندك موقع تاجر ده فاتح في مصر والسعوديه والامارات، وفي موقع زي ماركتلي، في موقع زي فيندور افيليت. ولو دورت ايا كان ايه البلد بتاعتك فهتلاقي مواقع تسويق بالعموله كتيره جدا، ولو دخلت عليها فهتلاقي فيها منتجات ملهاش حصر. طبعا انا عارف ان العموله بتاعتها ما بتبقاش زي العموله بتاعت امازون، بتبقى اقل بكتير جدا، بس طبعا ده بيبقى الحل قدامنا في ظل ان احنا مش عارفين نسوق لامازون على التيك توك، فعايزين نستغل التيك توك في اي حاجه. والنهارده بقى هنتعلم ازاي نستخدم مواقع التسويق بالعموله اللي جوه العالم العربي بتاعتنا دي، وازاي نسجل عليها، وازاي نسوق للمنتجات بتاعتها. والجزء الثاني بقى من الفيديو بتاع النهارده وهو الاهم، وهو ازاي نصنع فيديوهات نسوق بيها للمنتجات بتاعتنا على التيك توك. دلوقتي بقى هقول لكم على تجربتي في استخدام مواقع التسويق بالعموله العربيه دي، وبعديها بقى هنتكلم ازاي نعمل فيديو خطوة بخطوة زي الفيديو اللي شفتوه دلوقتي ده. الكوتشي ده هو اختيارك الأمثل لكل يوم. تصميم عصري وأنيق يناسب كل الأوقات، وخامات عالية الجودة توفر لك راحة لا مثيل لها مهما كان يومك طويل. الكوتشي بيجمع بين القوة في الأداء والشياكة اللي بتكمل أي ستايل. مناسب جدا للجري والمشاوير اليومية وكمان للخروجات الحلوة. لو حابب تعرف تفاصيل أكتر أو عندك أي استفسار سيب كومنت أو ابعتلنا في الخاص واحنا هنتواصل معاك. طبعا اول حاجه بفكركم بيها ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهنسيب لكم تحت في الوصف لينك جروب التليجرام عشان لو في اي استفسار واقف معاكم عايزين تسالوه، وهو جروب دعم مجاني لمده 24 ساعه لاي استفسار واقف معاكم. اول حاجه هروح على موقع التسويق بالعموله اللي اشتغلت عليه وهو موقع فيندور افيليت، وهو موقع التسجيل عليه بسهوله جدا ومش هياخد منك اي وقت. هنيجي هنا هنروح على لوحه التحكم، وبعد كده هنروح على الاوردرات. ولو جينا دوسنا هنا على التقارير هيبان الثلاث كوتشيات اللي احنا بعناهم، واحنا بعنا الثلاثه بس، وطبعا دي احنا كنا عاملينها كتجربه. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان الكوتش الاولاني بعناه لواحد اسمه يوسف في الدقهليه، ده ب 260 جنيه، السعر العموله بتاعتها كانت 55 جنيه. الكوتش الثاني كان ب 265 جنيه وكانت عمولتنا 50 جنيه. والثالث اللي هو بتاع الشرقيه ده كانت 265 جنيه وعمولتنا كانت 50 جنيه. وبالنسبه بقى ان انت ازاي تعرف تطلب اوردر اصلا على الموقع ده، فهو بمنتهى السهوله. اول حاجه هنعملها هنروح على المنتجات فوق، وبعد كده هيظهر لنا منتجات كتيره جدا. احنا ممكن مثلا نختار المنتج اللي احنا عايزينه او القسم اللي احنا عايزينه، فاحنا هنيجي عند القسم هنا مثلا وهنختار التشوز الكوتشيات مثلا يعني. فلنفترض ان انت في كوتشي من الكوتشيات دي عجبك وحبيت تسوق له وعرضته على الناس، ودلوقتي هنتكلم بقى اصلا ازاي نعمل فيديو وازاي نعرضه للناس على التيك توك وكل القصه دي كلها. المهم جالك عميل وقال لك انا عايز الكوتشي ده ابعته لي، فانت كل اللي هتعمله ان انت هتروح على هنا على الشمال على اضف اوردر جديد، وبعد كده هتيجي هنا هتدخل كل بيانات العميل. اوردر جديد هتسجل اسمه كامل، بعد كده رقم التليفون، بعد كده رقم تاني، بعدين المحافظه، بعدين العنوان، بعدين كل حاجه زي ما انت شايف كده. بعد كده هتيجي تحت وهتيجي بقى عند موضوع السعر ده، فهو هنا حدد لك الموقع من نفسه ان الكوتش هيبقى سعره 499 جنيه و500 جنيه، انت ليك منهم عموله 100 جنيه. لو جيت دوست هنا على تغيير السعر
هتلاقي ان الموقع ده غير باقي كل المواقع، ان هو بيحط لك ليميت معين عشان ما يخليش الناس تضرب سعر الكوتشي في السوق. ان ممكن واحد مثلا يعمل نسبة عمولة مثلا 300 جنيه، واحد تاني يعمل 50 جنيه، فده كده بيضر الكوتشي اصلا ذات نفسه، وبيضر المصنع اصلا اللي بيعمل الكوتشي ده. فانت عندك هنا ليميت ممكن تلعب فيه. يعني انت مثلا لو هنا خليته مثلا 570 جنيه مثلا، فدي معناها ان عمولتك زادت برضو 70 جنيه، دلوقتي بقت عمولتك كلها 171. بس طبعا احنا هنرجعه وهنخليه زي ما هو، ان هو يبقى 499 والعموله بتاعتنا 100 جنيه. بعد كده بتيجي عند الشحن، لو انت العميل مثلا قال لك ماشي اطلبه دلوقتي، بس ممكن واحد تاني يقول لك لا انا مسافر وهيجي كمان اسبوع مثلا 10 ايام كده، فبتيجي تدوس هنا على في وقت لاحق، تقوم فاتح الجدول ده وبتختار اليوم اللي عايزه العميل، سواء بقى هو عايزه الشهر ده، الشهر الجاي، كمان اسبوع، بتحدد الاختيار اللي انت عايزه. وبعد ما تخلص على كل حاجه وكده انت حددت كل اللي انت عايزه، بتقوم دايس هنا على سبميت. وطبعا في حاجه قبل ما تعمل سبميت ما قلناش هنا، ان هنا هنلاقي المقاسات والالوان. يعني هتلاقي هنا مثلا 43 اسود، 43 ابيض، 42 ابيض. طبعا الكوتش اللي احنا اخترناه له في منه لونين، الابيض والاسود. بعد ما تخلص زي ما قلنا وانت كده حددت كل حاجه، هتيجي تدوس تحت على سبميت، وكده خلاص انت عملت الاوردر. وكده خلاص زي ما انتم شايفين احنا جهزنا كل حاجه، فاضل بقى الفيديو اللي هنعمله، وعايزين نعمله بتسجيل صوتي حلو، سواء بصوتك او بصوت الذكاء الاصطناعي. طبعا لو تسالني انا اكيد بصوتك احسن مليون مره يعني، بس اللي مش حابب يظهر بصوته ممكن يعمله بالذكاء الاصطناعي، وده اللي هنعمله دلوقتي. ايا كان احنا دلوقتي بقى محتاجين نعمل سكريبت قوي شارح المنتج شرح كافي، وطبعا الحل اللي هنستخدمه اللي زي ما بنستخدمه في كل حاجه في حياتنا، وهو شات جي بي تي. وعشان بقى نعمل فيديو احترافي نسوق بيه الكوتشي ده، فاحنا هنيجي ندوس هنا على الكوتشي على الصوره بتاعته، وهيجيب لنا الصفحه الرئيسيه بتاعه الكوتشي. طبعا هتلاقي هنا طبعا كاتب لك حاجات كتيره جدا، زي اللي هو نوعه ايه، الجلد نوعه ايه، مش عارف الفرش، الحاجات دي كلها كل مواصفات للكوتشي يعني. وبعد كده هتلاقي كاتب لك لينك كده ومكتوب عليه لينك الميديا، ودي بقى الصور اللي احنا هنستخدمها في التصميم للفيديو بتاعنا. هنروح ندوس عليها، وهتروح على كل صوره من الصور دي على جوجل درايف اللي هو اداهولنا ده، وهنزل الصور بتاعته. يعني هنيجي هنا وهندوس على داونلود، وبعد كده هنيجي على سيشن تفاصيل ده وهندوس على داونلود برضو، وهنعمل كده مع كله. ودلوقتي بقى احنا معانا كل حاجه كده، معانا الصور اللي هنستخدمها في تصميم الفيديو بتاعنا، وعرفنا ازاي دلوقتي نعمل الاوردر. ودلوقتي خلاص احنا جبنا الصور اللي هنستخدمها في الفيديو بتاعنا. دلوقتي بس اللي فاضل ان احنا محتاجين نعمل سكريبت قوي نقوله في الفيديو، سواء بصوتنا او بصوت الذكاء الاصطناعي، يشد الناس اللي بتتفرج على التيك توك ويخليهم يشتروا المنتج او يخشوا عليه او يبعتوا لنا رسائل تفاصيل او ايا كان. فهروح اخد اللينك بتاع المنتج من فوق، هاخده كوبي، وبعد كده هروح على شات جي بي تي وهدخل اللينك اللي انا جبته ده، وبعد كده هنقول له تحت ان احنا عايزين وصف للمنتج ده في خلال 30 ثانيه عشان يكون مناسب للفويس اوفر، وان احنا المنتج يعرضه بشكل كويس وحلو، ويكون في الاخر كده رساله لو انت عايز الكوتشي او كده سيب تفاصيل في الكومنتات او في الخاص او ايا كان، وعايزين يكون بلهجه قريبه من اللهجه المصريه. طبعا في الحالات دي انا بفضل جدا الفويس اوفر تعمله بصوتك، يعني ده هيبقى احسن بكتير. انت تكتب سكريبت كده على ايدك تعرض فيه الكوتشي وبعدين تتكلم عليه براحتك. بس للناس اللي مش عايزه فانا هعمل الطريقه دي اللي هي طريقه الذكاء الاصطناعي في الفويس اوفر. وبعد كده شات جي بي تي هيرد علينا بالموضوع ده، هنلاقيه كده عامله نص مصري على نص لغه عربيه، وده بصراحه الفويس اوفر في المصري مبقاش احسن حاجه، فعشان كده انا عملته كميكس كده بين الاثنين. بعد كده هاخد كل الكلام ده كوبي وهروح على موقع 11 لابس، وهروح على موقع 11 لابس وهقوم مدخل السكريبت اللي احنا جبناه من على شات جي بي تي ده، ويبقى عندنا هنا اصوات كتيره، ممكن نختار اي صوت احنا عجبنا في دول تجربهم هنا من الجنب، وبعد كده هتروح تدوس على جنريت. دلوقتي خلاص احنا جمعنا كل حاجه، جمعنا الصور بتاعه المنتج والسكريبت اللي هيتقال والفويس اوفر اللي متسجل وكل حاجه. فاضل بس بقى دلوقتي ان احنا نركبهم على بعض عشان يطلع فيديو احترافي، عشان ينتشر بسرعه على التيك توك ويعجب الناس ويخليهم يشتروا المنتج. والبرنامج اللي هنستخدمه في تجميع كل الكلام ده مع بعض هو افضل واسهل برنامج مونتاج وما بياخدش دقايق في التعديل، يعني سواء انت محترف او اول مره تستخدمه فالبرنامج ده بسيط جدا، وهو برنامج كاب كات. ودلوقتي احنا رحنا على كاب كات وعملنا ابلود لكل الداتا اللي احنا جبناها، سواء الداتا بتاعت الميديا اللي على موقع فيندور افيليت بتاعت الكوتشي اصلا، ودي اللي المورد اصلا بتاع المنتج هو اللي بيعملها عشان يساعدك ان انت تسوق له المنتج بتاعه، وفي منها فيديوهين صغيرين وفي منها صور، وهنتعلم ازاي نركب الكلام ده كله على بعضه دلوقتي. وطبعا اهم حاجه الفويس اوفر اللي احنا عملناه بالسكريبت اللي عملناه على شات جي بي تي. فاحنا اول حاجه هنعملها ان احنا نقوم منزلين تحت على التايم لاين الفويس اوفر اللي احنا جبناه، عشان ده بقى اللي هنحدد على اساسه مده الصور والفيديوهات. وبعد كده هنقوم معلمين على الصور دي كلها كده، وهنقوم منزلينها تحت على التايم لاين بالشكل ده كده. بعد هنعلم عليهم فاحنا هنضغطهم كده واحنا دايسين عليهم كلهم مع بعض كده عشان يملوا اكبر مساحه من الفويس اوفر. والجزء الثاني بقى هنحط فيه الفيديوهات اللي هو حاططها اصلا، زي الفيديو ده مثلا كده. فاحنا الفيديو ده اول ما نحطه هنقص منه شويه كده برده، وبعد كده هنقوم منزلين الفيديو الثاني نحطه معانا، وبرده هنقصه برده نصغر مساحته كده شويه من الجنب ده. تصغير والتكبير دي سهله بقى، كله بتعمله من على الجنب من هنا كده، بتشده كده من هنا لحد ما تخليه كله في نفس المستوى بتاع الفويس اوفر تحت.
يبقوا كلهم على نفس اللاين بالشكل ده كده. دلوقتي بقى اللي هنعمله ان احنا نظبط الفيديو. طبعا دلوقتي هو معمول بسكيل مش سكيل فيديوهات التيك توك، فعشان نعمله على سكيل فيديوهات التيك توك هننزل تحت هنا من ريشيو وهندوس على سكيل 9:16، وده نوع الفيديوهات بتاعت التيك توك. لو جينا بصينا هنلاقي الصوره صغرت كده، فاحنا هنيجي على كل صوره من دول وهنعمل لهم زوم من الاسهم دي زي ما انتم شايفين كده. وعارف ان هتقول لي دلوقتي كده الصوره بقت متاكله، اصبر عليا بس. والصوره الثانيه هاجي عليها هعمل فيها نفس الكلام برضو اللي هي بتاعت الكوتش الاسود، وهعمل كده مع باقي الصور كلها. طبعا الفيديوهات الاخيره مش تعمل لها زوم ولا حاجه عشان اصلا هم جايبينه اصلا على مستوى التيك توك اللي هو 9:16، فدي هنسيبهم زي ما هم كده. اول حاجه هنيجي هنا من الجنب على البقره اللي في الجنب دي، وهنزود الزوم شويه عشان نعرف نشتغل براحتنا. وهنمسك صوره في دول، وعايزك بقى تركز معايا. هنعمل حاجه اسمها كي فريم. هتيجي تقف عند الصوره كده في اولها، وبعد كده هتلاقي فوق عند فيديو هتلاقي تحتيها بيزك، وعند كلمه ترانسفورم دي هتلاقي في الجنب علامه الكي فريم، وهتلاقي مكتوب اد كي فريم. هتروح تدوس عليها، وهتروح تدوس عليها وتقوم معلم الفيديو من اوله من هنا بالشكل ده كده. وبعد كده هتدوس عليها زي ما قلنا. بعد كده هتروح عند اخر الصوره خالص عند النقطه دي، عايزك تركز على التايم لاين وانا شغال عليه. هتيجي عند النقطه دي وهتقوم جايب الصوره بقى بس كده، تقوم جايبها الناحيه الثانيه بالشكل ده كده. وبعد كده برضه هتروح تدوس على علامه كي فريم. لو جينا جربنا الوضع ده على صوره ثانيه هتعمل برضه بنفس الطريقه. هنروح نقف على اول الصوره اللي على التايم لاين تحت كده، صوره الكوتش الاسود، وهندوس على كي فريم. وكده خلاص احنا عملنا كل الصور بنفس الطريقه اللي اتكلمنا عليها من شويه دي. والفيديوهات هنسيبها زي ما هي عشان اصلا هي معموله بجوده كويسه يعتبر يعني. دلوقتي بقى عشان نزود الصوره شكل حلو شويه، ان احنا هنيجي ندوس على كل صوره من دول. بعد كده هنروح ندوس فوق على اليمين على انيميشن، وهنختار انيميشن لشكل الصوره تدخل فيه. فمثلا عندك بقى دي تقعد تجربها براحتك، هتلاقي فيد ان، وممكن تختار بقى لكل صوره انيميشن معين انت عايز تعمله. وهتروح على كل صوره منهم وعلى كل مقطع منهم وتختار الانيميشن اللي يعجبك. بعد كده هنلاقي صوت الفيديوهات اللي هو حاططها دي فيها صوت موسيقى، فاحنا هنيجي على الشمال هنا على التراك اللي فيه الصور والفيديوهات، وهنلاقي علامه السماعات دي، فهنروح ندوس عليها ونعمل ميوت للتراك ده. كده خلاص احنا الصوت اتقفل في الليفل اللي فوق ده. وطبعا نتاكد ان الصوت مفتوح في الفويس اوفر اللي تحت. وبعد كده هنروح ندوس فوق على اكسبورت، وطبعا هنختار ان الريزوليوشن يبقى 4K. وبعد كده هندوس تحت على اكسبورت. الكوتشي ده هو اختيارك الأمثل لكل يوم. تصميم عصري وأنيق يناسب كل الأوقات، وخامات عالية الجودة توفر لك راحة لا مثيل لها مهما كان يومك طويل. الكوتشي بيجمع بين القوة في الأداء والشياكة اللي بتكمل أي ستايل. مناسب جدا للجري والمشاوير اليومية وكمان للخروجات الحلوة. لو حابب تعرف تفاصيل أكتر أو عندك أي استفسار سيب كومنت أو ابعتلنا في الخاص وإحنا هنتواصل معاك. وده هيبقى شكل الفيديو بعد ما خلصناه بطريقه سهله وبسيطه، والاهم انها مجانيه. وبجد لازم تستخدم الطريقه دي كويس جدا عشان بجد تستفيد من سرعه الانتشار اللي موجوده على التيك توك، اللي بجد مش موجوده في اي منصه تانية في الانتشار. وان شاء الله ربنا يكرمكم باول بيعه. وبجد الطريقه دي يعتبر افضل طريقه في ظل صعوبه ان احنا نحصل على حساب تيك توك امريكي، المشكله القائمه اللي ملهاش حل ومش لاقيين لها حل. طبعا الحل اللي قصدي عليه هو حل مستدام، مش الحل اللي هو اسبوع او شهر او كده. كمان عايز اقول لك حاجه، ان المنصه اللي استخدمناها النهارده وهي فيندور افيليت، ففي زيها كتيره جدا زي ما قلنا تاجر وماركتلي، وفي حاجات كتيره جدا اصلا. عايز اقول لك ان التعامل عليهم زي التعامل بتاع فيندور بالظبط. في اي موقع تسويق بالعموله تاني هتستخدمه مش هتحس بفرق يعني، وهتحس ان هو سهل جدا. واحنا كده خلاص وصلنا لنهايه الفيديو، ونتمنى نكون وضحنا لكم كل حاجه بطريقه بسيطه جدا. ولو في اي معلومه مش واضحه او مش باينه او كده فاكتبوا لنا في الكومنتس او ابعتوا لنا على جروب التليجرام بتاعنا. وزي ما قلنا هنسيب لكم لينك جروب التليجرام تحت في الوصف. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله فيديو جديد بفكره جديده، ونشوفكم على خير. سلام.